السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة في ما وراء الصيدلة. احنا النهاردة كنا هنتكلم على موضوعين. كنا هنتكلم على المسكنات، فوضى المسكنات، وكنا هنتكلم على الفيدباك اللي جه بعد حلقة مرضى السكر من حيث التزام المرضى وبعض برضو الأخطاء في استخدام الدواء. ولكن بعض الأعراض ابتدت تظهر كده الفترة الأخرانية آخر 10 أيام، فقلت ان انا اخلي لها حلقه تتعمل مخصوص ونأجل الحلقه بتاعت المسكنات والسكر. الاعراض اللي ابتدت تظهر ان الناس فجاه ابتدت تيجي على الصيدليه او حتى تقابلني او تبعت لي استفسارات: يا دكتور هو اللي ظاهر عندي ده جدري القرود، جدري النسناس، الموضوع الفظيع اللي مسيطر على الرأي العام وقنوات الاخبار والسوشيال ميديا وفيه هلع منه. حتى بعض الأقارب ابتدوا يوروني حاجات معينة والناس كلها عندها قلق. طيب يا جماعة، في البداية أصلا هو إيه موضوع جدري القرود وإيه الأعراض اللي ابتدت تظهر عندنا وإحنا فين من القصة دي كلها؟ ده اللي إحنا هنحاول نتعرض له بإذن الله. أول حاجة، موضوع جدري القرود هو للأسف الشديد مرض طلع لنا من تحت الأرض انتشارا. الحاجات دي كانت موجودة لفترات طويلة، معروفة كأبحاث ومتشخصة، ولكن ما كناش بنتعرض لها زي دلوقتي. ومش عاوزين نتكلم على الأمراض اللي ابتدت تظهر في آخر 5 سنين أو 10 سنين ونبتدي نقول نظريات مؤامرة وإن في حاجات بتبقى مخلقة جينيا ومقصود إنها تنتشر في أماكن معينة ودول معينة. ولكن خلينا في المتاح دلوقتي إن فجأة العالم كله بقى بيتكلم على جدري القرود أو جدري النسناس، حالة فيروسية بتنتشر من اسمها في القرود والنسانيس، بتنتشر للإنسان، بتكون تأثيراتها صعبة جدا، يعني البثور والبقع اللي شفناها وطبعا المضاعفات بتاعتها، كل الكلام دوت والعياذ بالله، يعني حاجة ايه، ربنا يعافينا ومحدش يتعرض له بإذن واحد أحد. طبعا هي الفكرة كمان إنها بتتنقل من إنسان لإنسان ومن حيوانات أخرى زي الفئران أو غيرها للإنسان برضو. ولكن المحرك الأساسي، هل هو حضرتك اتعاملت مع حد عنده المرض ده، او حضرتك جاي من الخارج، او حضرتك اتعاملت مع حد جاي من الخارج؟ هي دي الفكره. طيب ايه هي بقى الاعراض اللي ابتدت تظهر علينا والناس خايفه ومقلقه منها وبتبتدي ايه، كل واحد يخاف ويحصل حاله هلع لما بفرد من افراد الاسره بتجيله الاعراض دي؟ هما كذا حاله، مش حاله واحده يعني حاليا يعني. فهنبتدي ناخدهم كده واحده واحده بالتدريج. اول حاله، ودي انا مستغرب برضو ان الناس لسه بتسأل عنها مع انها احنا عارفينها من الاف السنين، الا وهي حالة حمو النيل. حمو النيل زي ما احنا بندلعه، الحالة اللي معروفة من عند قدماء المصريين ان كان بيبقى في شهر اغسطس، وقت فيضان النيل، وقت الاحتفال بعيد النيل اللي احنا كنا المفروض لحد دلوقتي بنحتفل بيه 15 اغسطس يعني، بس ايه، تاه وسط الزحمة واتلغى الاجازة بتاعته فما بقيناش بنحس بيه. الوقت ده وقت فيضان النيل كان بالتلازم معاه بيحصل حالة الناس لاحظتها فربطتها بفيضان النيل. ايه اللي بيحصل؟ ان الحرارة بتبقى شديدة قوي والشمس بتبقى قارصة والدنيا بتبقى حر، فبيحصل حالة طفح جلدي وهيجان جلدي وحبوب بتنتشر بالاكتر في الاطفال وبدرجة اخرى في الكبار وكبار السن، في الناس كلها يعني، وبتبقى في الوقت اللي فيه الفيضان. فعشان كده من هنا حمو يعني طفح او هيجان او حرقان النيل اللي هو مرتبط بفيضان النيل. حالة بسيطة جدا الناس كانت بتتعامل معاها من زمان باستخدام ملطفات. احنا ايه اللي نقدر اصلا نقوله في حالة حمو النيل؟ اول حاجة، نوع الحبوب ونوع الالتهاب اللي بيحصل الجلدي. هي اللي بيحصل بالظبط ان الجلد بيكون طبيعي جدا، بس يوم بعد يوم بعد يوم مع التعرض للشمس ومع الحر الشديد ومع العرق الغزير ومع استخدامي لصابون مثلا ممكن يكون معطر ومع استهلاكي لمواد بتزود التحسس زي السمك والبيض والشوكولاتة والشطة والفلفل، وان انا اكون بستخدم فواكه زي الموز والمانجا والفراولة او منتجات ايس كريم او بسكوت فيهم الاضافات دي، كل ده هيزود حمو النيل عندي. ابتدي يحصل ايه؟ هنام ليله كده واجي تاني يوم اقوم الاقي ظهري كله او كتافي او رجليا او دراعاتي متغربله حبوب، نقط كده حمراء دقيقه بشكل صعب. طبعا بتسبب هيجان وحكه، فببقى عايز اهرشها بشكل جامد وبتبقى مؤلمه، وطبعا شكلها كمان ما هوش لطيف. لكن هي في النهايه
اعراض حساسيه. يعني الحمد لله لطفا وقدرا من ربنا سبحانه وتعالى انها مش معديه، وبالتالي هنتعامل معاها بكل جديه طبعا، لكن هي ما تخوفش ما تقلقناش. طيب احنا هنتعامل ايه؟ كل الحاجات اللي احنا قلنا انها بتزود دي هنمنعها. طبعا نمنع الشمس لا، بس هنقلل التعرض للشمس. ولو هطلع للشمس يبقى لازم البس لبس ابيض، ولازم استخدم الميه يا جماعه 1 2 3 10 كل حاله مرضيه هنتكلم عنها بفضل الله. الميه علاج، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالميه مهمه جدا، لازم اشرب ميه كتير. وفي حاله حمو النيل لازم استحمى كتير، بس ما استخدمش بقى صابون معطر، يا من غير صابون يا اما انا استخدم صابون بدون ريحه او صابون ملطف يكون للحاله دي. صابون بدون ريحه زي جليسرين مثلا، صابون ملطف زي السنسوديرم او الهاي ديرم، الحاجات اللي هي كده. وفي لوشانات وشاور جيل برضو بدون ريحه للحاله دي. ايه كمان ان انا ممكن اعمله؟ ان انا امنع اي حاجه بتسبب الحساسيه، الموز، الفراوله، الشوكولاته، المانجا والمشتقات بتاعتهم. وبالنسبه للاطفال المنتجات اللي هي السناكس والحاجات اللي هي الشيبس والحاجات دي اللي بالنكهات بقى، اللي بالشطه واللي بالكباب واللي بالمش عارف ايه والاندومي والحاجات دي كلها، النودلز بكل انواعها برضو ممنوعه لانها بتزود لي الحساسيه. طيب منتجات الالبان بتعمل حساسيه بس مش اللي هي دي، يعني بتعمل حساسيه تاثيرها على القولون وعلى المعده، وتاثيرها بيبان في الرضع اكتر ما هماش في الكبار. والرضع عرضه كمان لموضوع حمو النيل ده بدرجه اكبر. واحنا اصلا الرضع برضه هنتكلم عنهم في حلقه مخصوص، ان هو الرضيع سواء في حمو نيل او لا احنا مش هنستناه لا يسلخ ولا يجيله حمو نيل. احنا الرضيع بنلطف جلده من اول يوم بزيوت وبكريمات مرطبه وبعنايه معينه، وبان احنا بنرويه عن طريق الرضاعه سواء رضاعه طبيعيه او رضاعه صناعيه. طيب من ضمن الحاجات بقى اللي احنا اخر حاجه بنعملها في حمو النيل ايه؟ العلاج. طبعا انا هتعالج ازاي؟ هروح مثلا للطبيب بتاعي او للصيدلي هيوصف لي، لان دي من ضمن الحالات الوصفيه بسيطه جدا، لوشن ملطف للجلد. الموضوع ده كله لوشن ملطف للجلد، ابسط حاجه الكلامايل والكلامينا، وفي بقى السنسوديرم وفي الهايديرم والزينكوديرم، الحاجات اللي هي فيها زنك اوكسايد ملطف، دي بتكون كويسه جدا. الحاجات دي للملحوظه بتدهن بالايد مش بقطنه زي ما الناس فاهمه، لان انا لما بحط الماده الفعاله على القطنه الماده بتترسب في القطنه وانا ما باخدهاش، لكن انا برج العبوه كويس وبدهنها بايدي، وبعد كده بغسل ايدي كويس وخلاص على كده، سواء انا بدهن لنفسي او بدهن لابني او لبنتي او لشخص اخر. وطبعا وانا بدهن له ما بلمس نفسي لحد ما اغسل ايدي، علشان لو احتمال ضعيف ان الحاله معديه ما تعيديش. طيب من ضمن برضو اللي احنا بنتكلم فيه في موضوع حمو النيل، لازم نقص الضوافر ونبردها. هو انا عموما اي بني ادم بوصيه قص ضوافرك وبردها لمزايا صحيه كتيره، وخصوصا الاناث بيحبوا يربوا ضوافرهم لاشكال والكده. المشكله ان مع اقل اصابه للحساسيه الضوافر الطويله دي بتعمل جروح. يعني بيجي لنا عيان هو عنده حساسيه او عنده حمو النيل، كانوا حالات بسيطه بس هو مقطع جلده حرفيا، يعني عامل جروح بقى وعامل مشاكل كبيره بضوافره من الهرش. فاول حاجه واحنا بنطلع العلاج للمريض او المريض وهو بياخد مننا العلاج لازم ينتبه، قص الضوافر وبرودها كويس. ليه؟ علشان لو جيت تهرش هتهرش بالانامل فمش هتضايق جلدك ولا تجرحه. طيب وقلنا نشرب ميه كتير، واللبس لازم يكون قطن 100% قطن يا جماعه، بلاش بوليستر للاطفال، خصوصا اللبس الرياضي اللي بيطلعوا عيني اغلب الاطفال دلوقتي في اكاديميات بقى ونوادي وكده، فبيلبسوا لبس رياضي فيه بوليستر علشان يبقى يعرفوا يلعبوا بيه والعرق ما يلزقش التيشيرت عليه. طب ما هو المشكله ان البوليستر ده بيرجع يصهد على جسمه ويعمل لنا مشكله. فلبسوا فالينا قطن تحت الفالينا دي او اتصرف، المهم ان انا مش عايز احتكاك البوليستر بالجلد اللي مصاب بنوع من الحساسيه زي نوع حمو النيل. دي اول حاجه بالنسبه لنا. وبرده الفرش لازم يكون الملايات قطن، ولو المراتب سفنج نحاول نحط عليها حاجه للتطريه تكون قطن ان شاء الله، حتى تكون لحاف او ملايه، لان كل ده بيساهم مع العرق ان يزود لي موضوع حمو النيل. طيب
يا دكتور ما هو بالليل الدنيا بتبقى صهد، واحنا مثلا في الريف بيوتنا دور واحد مش زي المدن كذا دور، ففي هوا بيجي وبتبقى افران يعني وانت بتقول ما نتعرضش للمروحه. شغل مراوح زي ما انت عايز بس ما تعرضهاش مباشر على الجسم، لان تعرض المروحه مباشر على الجسم يدخلني بقى في اعراض تانية، نزلات برد وتكسير عظم ومشاكل تانية واحتقان وكده. لان انا جسمي كده كده بيسخن وانا نايم وبعرق، مع المروحه بيحصل مضاعفات تانية. فاحنا دي الفكره اللي احنا بنتكلم عنها، شغل المروحه بس ما تعرضهاش على الجسم. طيب ايه تاني من الحالات اللي الناس اشتبهت فيها انها جدري القرود؟ حالة الارتكارية العادية، واحد كل سمك كل بيض كل اي حاجة، فار المانجا اللي مغرقة السوق المصري بسم الله ما شاء الله، احنا خلاص بقينا متخصصين في المانجا، بنزرع مانجا ومكرونة، احنا ما بنزرعش حاجة تانية. فدي عاملة حساسية رهيبة جدا عند الناس، والناس برضو بتهرش بطريقة صعبة جدا. ومشكلة مريض الحساسية انه بيكابر شوية يقول لك لا ده انا ما عنديش حساسية، هو للأسف برضو بيخلط بين الحساسية والعياذ بالله مثلا والجرب او عدوى تانية، فشايف ان الموضوع ده مهين شويه ان يقول انا عندي حساسيه او ارتكاريا. لو قلت ان واحد عنده ارتكاريا ده يبص لك كده، يا جماعه هي ده التسميه بتاعتها، تهيج جلدي، حضرتك عندك تهيج جلدي تحسس جلدي، مش لازم اقول لك كده. طب هتتعامل معاه ازاي؟ امنع المسبب. فانت كلت يعني، اغلب المرضى لما بتيجي تساله انت واكل سمك النهارده او امبارح يقول لك ويستغرب كده كانك الساحر اللي عرفت هو واكل ايه. ما هو ما فيش حاجه بتحصل من غير سبب قلنا، ودي اعراض بتظهر طبيعي نتيجه ده. واحد يبقى واكل 2-3 كيلو مانجا او قفص مانجا برضو بتحصل معاه الاعراض دي، هي اللي بتزود معاه حته الارتكاريا. طيب التعامل معاه مع الارتكاريا ازاي؟ انا بتعامل في الارتكاريا بنفس الطريقه اللي بتعامل فيها مع حمو النيل، بزود بس مضاد للحساسيه، سواء الطبيب بيكتبه او احنا بنوصفه لطفل او لحد كبير. ليه بقى؟ لان هنا الحساسيه منتشره، الحاله مش جلديه بس. انا برضو للعلم ممكن ادي مضاد للحساسيه للطفل بتاع حمو النيل، بس خلينا في الابسط، لو خد الملطف وخف ماشي، ما خفش نبتدي، لان انا ما بحبش ابتدي اطلع كذا صنف مره واحده والمريض الا لو هو محتاجه. فمريض الحمو النيل هنديله ملطف، مريض الارتكاريا بنديله الملطف برضو زي ما قلنا كلامايل او زينكوديرم او هايديرم، اي لوشن ملطف، وبنديله معاه انتي هيستامينيك سواء اقراص او انتي الرجيك، اقراص او شرب. هنا بس بنحذر ان الناس ما تديش كورتيزون، لو سمحت حضرتك ما تتسرعش، ما تجيش تقول لي انا عايز حقن الدكسا، او اللي واقف يديك حقن الدكسا، او الدكتور يكتب لك حقن الدكسا، او يكتب لك ديبروفوس. الموضوع مش مستدعي الا لو انت فعلا الحساسيه اللي عندك طبيب بقى، مش انا اللي كشفت عليها كصيدلي، لا طبيب اللي كشف عليها ولقى ان عند حضرتك تضخم بقى في الحلق ومشكله في التنفس. يعني كان في حاله برضو صديقه وبنت استاذ عزيز علينا كانت تعاني عيني من حساسيه رهيبه جدا في فتره معينه، لانها كانت مسافره الاقصر او اسوان وما كانتش متعوده على الاجواء هناك، وفي حشرات قرصتها وكده، فكان طبيعي لازم تستخدم الكورتيزون اللي انا بحذر الناس كلها منه ده. ممكن الدكتور برضو تبقى رؤيته، يعني خلينا هنا في نطاق الاطباء، يبقى رؤيته ان هو يكتب مثلا افيل مع ديكساميثازون، ما عنديش مشكله، بس التكه ان هنقللها بعد كده، يعني هنكررها تاني يوم ويومين نقلل جرعه الديكسا بس. تمام. طيب ايه تاني معايا من الحالات اللي الناس برضو ابتدت تقول عليها في الهلع بتاع جدري القرود؟ وهي حالة برضو بقى دي فايرال ومهمة ومش واخدة مساحتها عندنا للأسف الشديد، ألا وهي حالة الحزام الناري. الحزام الناري ده من اسمه حزام لأنه بيحزم الإنسان، هو بيجي بالظبط من منتصف القفص الصدري، يعني لو ننزل هنا كده من منتصف القفص الصدري هنا لمنتصفه بالخلف، أو بالعكس من منتصف هنا للخلف. الحزام الناري ده من التسمية برضو ناري لأنه بيبقى عامل زي النار. طب ايه بقى يا دكتور الحالة دي؟ ده احنا كده نقلق، ما هو ده كده برضو مش من ضمن جدري القرود. لا يا سيدي، واحدة واحدة ونفهمك والدنيا تبقى بإذن الله سهلة وبسيطة. الحزام الناري ده نفس الحبوب اللي بتظهر في حمو النيل، بس بتبقى شديدة شوية ومركزة مكثفة قوي، يعني متكثفة في المكان ده يا دوب 10 15 20 سنتي كده متحزمين. بتبان في الناس كبار السن، الذكور عموما من فوق 50 سنة بيبقوا أكثر عرضة. بتبان في السيدات، السيدة البدينة
هي عموما الرجل او السيده البدينه للاسف اللي عندهم تسدي ان الاسداء كبيره بيبقوا عرضه لموضوع الحزام الناري ده اكتر، وبتبان اكتر برضو عند حبايبنا الكبار اللي قاعدين في البيت، اللي هم مقعدين او مرضى ملازمين الفراش، يعني ما بيتحركوش كتير. مع العرق ومع الحر بيحصل نوع الحساسيه ده، وبعد يومين 3 بيبتدي يدخل عليا كسكندري انفكشن الفيرال بتاع الحزام الناري، وهو بيظهر برضو نتيجه خلل في المناعه وضعف في المناعه. وفي ناس بتتكلم على التوعيه برضو ازاي نتعامل معاه، ولكن احنا خلينا برضو هو ظهر وفجاه هوب لقينا المريض بيشتكي من الحزام الناري ده، هنتعامل ازاي؟ هنا اول حاجه لازم الحرص من المريض نفسه والحرص من اهله، لان الموضوع معدي. وبالتالي لو واحده حامل، لو طفل صغير، لو انا عندي ابني او زوجتي، ما ابتديش بقى احضنه وابوسه، ما يستخدمش الحاجات الشخصيه بتاعتي، الفوط، الفانيلات، حاجتي كلها تتغسل لوحدها. طيب العلاج بقى ايه؟ برضو الملطف بتاع الجلد. خد بالك هنا بس في الحزام الناري، معلش يعني مع احترامي لزمايلنا الصيادله، احنا هنقول للمريض حاجتين ياخدهم، بس لازم نعمل ريفير لاخصائي امراض جلديه للأأمن، وعلشان خاطر الموضوع يكون تحت سيطرة. احنا هندي ايه؟ احنا دورنا بندي ايه هنا؟ احنا بنقول للمريض لازم تاخد ملطف زي ما قلنا الكلامايل او الهايديرم او الزينكوديرم اللوشن، وبنديله كمان معاه، وده مهم جدا، انتي فايرال كريم. انتي فايرال كريم عندنا الزوفيراكس، الاسايكلوفير، الاسايكلوستيد، دول اشهر حاجات لو متوفرين، يعني نسال الله ان يكونوا متوفرين، وبيستخدمهم 3 مرات في اليوم او 4 مرات في اليوم بالتبادل مع الكلامايل. الكلامايل ممكن يحط كل ساعه او كل ساعتين، لكن الكريم لما بيحطه بيكون في وقت نكون مسحين فيه الكلامايل من على الجلد، علشان ده يمتص وياخد وقته وده يدي تاثيره. مريض الحزام الناري بيقعد اسبوعين، بنخلي بالنا من اللبس قطن، من الفرش قطن، الهواء التهويه كويس، موضوع العرق، يشرب ميه كتير كتير كتير، وربنا يصبره على الالم. الطبيب البشري هيكتب له انتي فايرال سيستميك عن طريق الفم، لا لو صغير هيكتب له شرب، ولو كبير سن قوي هيكتب له شرب او اقراص على حسب المتوفر، وهيكتب له مسكن لان الموضوع بيبقى مؤلم، وطبعا هنديله مضاد للحساسيه، اقراص قويه، ربنا يكون في عونه. ده في حاله مريض الحزام الناري. ايه تاني من الحالات اللي ممكن تظهر ويكون فيها اشتباه؟ حالات الحبوب العاديه، حب الشباب في الظهر مثلا، حبايه كبرت او قرصه ناموسه او قرصه حيوان او قرصه نحله، وعملت حبايه وعملت دمل او حبايتين 3 جنب بعض، والاقي الناس عندها هلع ان يا جماعه نخلي بالنا، ده لحسن يكون هو ده جدري القرود، وناس بتبعت لي صور وناس بتوريني. لا الحبوب دي لا، عاديه جدا، بنستخدم مضاد حيوي، ولو عندي حاجه للحساسيه بستخدم اقراص الحساسيه، وبقلل موضوع المسببات بتاعه الحساسيه كلها. دول اشهر حاجات احنا بنتعرض لها والناس تخاف منها وتقول جدري القرود. طبعا احنا يعني في المرض مفيش بني ادم، يعني انا ما اقدرش اقول لا وجدري القرود ده ايه وهيجي لنا ازاي وبتاع، مفيش كبير على المرض، واللي ربنا سبحانه وتعالى مقدر له الاصابه هيتصاب. بس احنا بنتكلم ان باذن الله احنا بسلوكياتنا وبتعاملاتنا وبوعينا وبالنظافه وبالالتزام، وان احنا نسمع الكلام زي ما بيقولوا كده، وان احنا نجنب نفسنا، وان لو شخص مسافر للدول اللي منتشر فيها ده، او لو شخص جاي من بره، وربنا يكون في عون الناس اللي بتشتغل في المطارات، لازم رعايه صحيه واهتمام يومي، واللي يظهر عليه اعراض ما يتكسفش يا جماعه ارجوكم. وفي اطباء جلديه ومستشفيات ومراكز للعنايه بالجلد، وفي ارقام ساخنه لوزاره الصحه ولهيئه الدواء، وفي برضه زي ما قلنا امانك في صيدليه المجتمع، اقرب صيدلي ليك اسالوا الاعراض اللي عندك دي ايه، وباذن الله اي مخاوف هيبددها وهنكون جنبك. اتمنى للجميع الصحه والعافيه، ومش عايزين قلق ومش عايزين الناس تخاف. دمتم اصحاء واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.